يا مساء الهنا، تعالوا النهارده نعمل مع بعض طاجن فريك بالكبد والقوانص. طعمه في منتهى الجمال. جربيه ان شاء الله يعجبك جدا. من الاكلات الحلوه بتاعت زمان دي، انا من احلى الاكلات اللي بحبها بصراحه الفريك. يعني لو ولادي طوعوني هاكل الفريك واستغنى عن الرز والمكرونه، بس للاسف هما ما بيحبوش ياكلوه غير كل فين وفين. هما بيحبوه بس طبعا الرز والمكرونه بالنسبه لهم اهم يعني. جربوا الطريقه حلوه جدا، وبصوا الطاجن طري وفي منتهى الجمال. اتمنى تجربوه ويعجبكم. وتعالوا نسمي بالله ونشوف الطريقة. في طاسة على النار هنحط شوية زيت أو سمنة، أي حاجة موجودة عندي، يعني أي مادة دهنية انت تحبيها. وعندي هنا الكبد والقوانص طبعا غسلاها ومنضفاها كويس قوي ومقطعاها على التقطيع هنا على حسب ذوقك، وبرش عليها رشة فلفل أسمر بس، وبسيبها الأول كده تاخد صدمة وبعد كده أبتدي أقلبها. طريقته سهلة قوي ومش هياخد معاكم وقت خالص، وطعمه حلو قوي. جربوه إن شاء الله يعجبكم. عندك هنا كمية فلفل حامي أو بارد على حسب ذوقك، وبرده بصلاية كده متوسطة برضو حطيتهم عليهم. ونبتدي نقلبهم مع بعض لحد البصلة ما تدبل شوية، مش هتاخد لون، هي هتدبل بس. الطاجن كله مش هياخد تحضير معاكي نص ساعة مثلا، وهتكوني عملتيه وطعمه حلو قوي. هنا بقى الفريك طبعا لازم نغسله كويس جدا 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 ننقيه كويس قوي قوي قوي، لان للاسف الفريك بيبقى بعض الاوقات فيه زلط او مش نظيف، فالبنات الصغيره تاخد بالها من المعلومه دي. غسلته طبعا وصفيته وبعدين حطيته على الكبده والبصل، وهفضل اشوح فيه شويه اكنك بتعملي رز كده. عندي بقى قولي مثلا طماطميتين كده معصورين زي ما انت شايفه، والبهارات خفيفه قوي. عندك شويه من الفلفل الاسمر، بهارات فراخ لو موجوده، وشويه من الكزبره وحطيت سنه قرفه صغيره، حباها حطيها مش حباها شيليها. واقلب الكلام ده بقى كله كده مع بعضه. بصوا عندي الصلصه كانت مجمده شويه، فهي طماطم مش صلصه، طماطم انا مفرزاها. يعني ممكن تستخدمي طماطم فريش مفيش مشكله طبعا، وهنظبط الملح. وعايزه اقول لكم بقى ان الطاجن ده لو عملتوه حراق طعمه بيبقى تحفه. زودت طبعا بميه، او لو حابه تزودي بشوربه مفيش مشكله، بس تبقى سخنه. قلبوا كده مع بعض عشان لو في اي حاجه في الطاسه لازقه كده تطلع، وعشان هنفضيه طبعا في طاجن. انت ممكن تسويه كده على النار مفيش اي مشكله لو انت حابه تسويه على النار، بس انا هحطه في الفرن هنا بقى في الطاجن او في صينيه اللي موجوده عندك برضو. هغطيه بقى. خدوا بالكم نسيت اقول لكم المعلومه دي، زودت شويه ميه عشان انا عايزاه طري شويه. غطوه ودخلوه الفرن، تغطوه بقى بغطا بورقه فويل، اي حاجه اللي موجوده عندكم. دخلوه الفرن على ارضيه الفرن على درجه حراره متوسطه لحد ما يتشرب. هو اول ما بيتشرب بيبقى استوى. طبعا تدوقيه وتشوفيه اتشرب او عايز زياده تاني او كده. بصوا بقى الطاجن حلو جدا وطعمه في منتهى الجمال. اتمنى تجربوه وتكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو بتاعي، وربنا يحسن ما بين ايديكم. جربوا طاجن الفريك بجد هيعجبكم قوي. ونرجع للاكلات الحلوه بتاعتنا. طاجن صحي جدا، وينفع كمان لو حد عامل رجيم نبدل الكبد والقوانص بلحمه او بفراخ، هيبقى حلو قوي. بصوا جماله، بصوا حلو ازاي، طعمه بقى كان رهيب. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجه وتطلع من ايديكم زي العسل. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تتابعيني وتشتركي في قناتي، وخدي لفه كده في القناه ان شاء الله فيها فيديوهات كتير هتعجبك. بصوا الحلاوه بقى.